القطاعات الصديقة قريب جدا من الهدف. فمسألة أنه داعش هو الذي دمر المسجد هذه مسألة بالحقيقة مسألة لا تقبل حتى الجدال. فإذا احنا إذا منها مكافحة الجماعات الإرهابية وتطهير الأرض العراقية، الدفاع عن تجربتنا الديمقراطية في ظل هذا الخضم يعني متلاطم من المصالح المتقاطعة وأحيانا العدائية ضد بلدنا. حقيقة هذه الزيارة وأقول هنا جدولها شملت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وحقيقة فيها رسالة واضحة بأن العراق، وهو حقيقة تعبيرا عن استراتيجية العراق في إدامة الكنائس لغرض اقتحامها. الآن هناك قتال عنيف في محيط مستشفى الجمهوري أيضا تمهيدا لاقتحامه. نعم صادق. طيب دانيال، ماذا عن الجانب